بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. رسالتك النهاردة من أم النور الحنونة، أم إلهنا الفادي ومخلصنا يسوع المسيح. شفاعتها تكون معانا كلنا، بتطمنك وبتقولك ما تخافش أبدا يا ابني، ربك هيبعتلك أفراح واستجابات مدهشة كانت فعلا تستحق الانتظار، وهتنسى كل معاناة عديت بيها. تدابير إلهك رائعة وأعماله كلها خير ورحمة. أب عطوف، انت مش هتهون عليه إنه يشوفك كده تعبان وقلبك مكسور وحزين. هيرضيك وهيفرح قلبك وهينهي أزمتك بتدخله. ما هو وعد وقال لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. مش هيسمح أبدا إن أي حد يقرب ليك بأي سوء. عينه عليك باستمرار ليل ونهار، واخد باله منك كويس جدا ومن كل اللي بيحصل وياك. حتى أصغر تفاصيل حياتك هو عارفها، ومجهز ليك فرحة مخصوص باسمك يعوضك بيها عن كل اللي فات. افرح من قلبك بوجود يسوع في حياتك، زي الآية ما بتقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وما تقلقش ولا تفكر كتير، ارمي حمولك عليه وتحامى فيه. هو الحماية والستر والسند، وعنده كل شيء مستطاع. هيحقق لك أمانيك وينقذك من الأزمة والمحنة اللي انت بتمر بيها. هيبعت لك الحل. اوعى تفتكر ان يسوع بعيد عنك او نسيك. مكتوب لا أهملك ولا أتركك. مهما خذلك حتى أقرب الناس ليك، هو لا يمكن يخذلك. ومهما العواصف والأمواج هاجت من حواليك، بكلمة واحدة منه يهديها ويسكتها. اوعى تيأس يا ابن ملك الملوك، فإن كان أراد الله لك أن تمر بأزمة أو حتى أزمات حتى تذوق حلاوة الفرج وجبر الخاطر، ثق إن اللي جاي كله تعويض مفرح وفتح للأبواب المغلقة. سيغير كل شيء ليرضيك ويرضي قلبك. اطمئن جدا واملى حياتك بربنا، هتوصل للفرحة اللي انت مستنيها. ففي حضوره تولد نعمة جديدة. كل العيون تغمض إلا عيونه تبقى ساهرة، لترعاك ويسير معك كظلك ويحميك من كل ما تواجهه. الله يعلم إنك في أشد الاحتياج للفرح وسيستجيب. هيجبر بخاطرك، وكل حلم أودعته عنده لن يضيع. هيحققه ليك في أقرب وقت. اطمئن بقوته وبحمايته ليك. مفيش حاجة في الكون ده كله تقدر عليك. اتقوى بإلهك، ولو في يوم ضعفت وغلبتك نفسك بكتر التفكير والخوف اللي هيكون مليك، فكر نفسك على طول بقوة إلهك القدير يسوع المسيح، وقول لنفسك غالب الموت ساكن فيا ومعايا، وهينجيني وهينقذني وهيفرحني. اطمن، ربنا مش ممكن هيتركك في منتصف الطريق، هيكمله معاك للنهاية. إلهك ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، ثابت في كلامه وفي وعوده وفي محبته وأمانته. مهما حصل لا يمكن يتغير. فما تقلقش وسيبها عليه، وما تتعبش نفسك في التفكير. ما انت ياما فكرت وقعدت تحسب ليها ليل ونهار، والنتيجة انك موصلتش لحل.
فسيبها عليه المرة دي وما تقلقش، هتشوف الحلول والمعجزات من إلهك القدير. اوعى تبعد عن يسوع مهما كانت الظروف، وما تخافش، خليك دايما ثابت على إيمانك بيه وبقدرته، وصلي له، انده عليه من قلبك وقول: يا رب يا رعية، خليك معايا في ظروفي الصعبة وحلها من عندك، أنا ماليش غيرك. وتأكد مهما كان اللي قدامك إلهك هيقدر عليه، وهينهي الشدة والتجربة وهينجيك. لو ضيقة هيفرجها على طول، ولو مرض صعب وملوش دواء إله الشفاء هيشفيك. حتى لو الأطباء احتاروا فيه، طبيبك العظيم يسوع المسيح ما عندوش مستحيل. ولو كانت ضيقة مالية هيفتح لك باب جديد للرزق، وهيسدد كل احتياجاتك، وهيشبعك من خيره وكرمه. ده إلهك عظيم جدا. الآية بتقول: سلمنا فصرنا نحمل. سلمه قلبك وفكرك وحياتك كلها، واعلن ثقتك فيه. قل له: يا رب أنا متأكد إنك هتريحني من كل جهة، وهتنجحني في كل طرقي، وهتفرحني، وهتعوضني عن السنين التي أكلها الجراد، وعن كل مرار شفته في أيامي. ثق إن أبوك السماوي هيرفع راسك وهيجبر بخاطرك، ومش هيسكت عن الظلم اللي انت فيه. وصدق إنه هيصنع عجبا في أيامك القادمة. تأكد إن كل حزن وكل ضيق وكل فعل شرير من عدو الخير هيبعدوا عنك تماما، وهيفاجئك بحاجات حلوة قوي تسعد قلبك، لأن إلهك المحب الحنون ما بيرضاش أبدا إنه يشوف العيون اللي خلقها تكون حزينة. هيفرحك وهتمجده وهتشكره. آمين. يا رب يسوع المسيح، من أعماق قلوبنا بنشكرك على محبتك وحنانك وعطاياك. يا رب، يا من قلت: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. يا ملك السلام ومحب البشر، ارحمنا من فضلك كعظيم رحمتك. اشفي كل مريض، فرح كل قلب حزين، احفظنا من كل شر وشبه شر، لأننا عليك اتكلنا. اسندنا يا رب، باركنا، عوضنا، اجبر بخاطرنا بأفراحك وخيراتك. اسمع صراخ التعبانين وشيل حمول الشقيانين، وبخيرك اغني المحتاجين. يا رب بارك بيوتنا وعائلتنا وأولادنا، واثقين فيك يا رب، واثقين إنك دايما بتسمع لينا وبتستجيب، ولك الكرامة وكل المجد. آمين. وبركة وشفاعة أم النور العذراء مريم تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. قناة مريمينا مفرح القلوب.